واتفق وجدي الحكيم معاه على انه يلحنها الموسيقار عبد العظيم محمد اللي ابدع في اللحن خلال يومين بس، حتى انه جعل الوداع بهجة وفرحة. واتفقوا ان اللي تغنيها المطربة شريفة فاضل اللي كانت في بداية مشوارها الفني، وحفظت الأغنية في 3 أيام. وتنازل عبد الفتاح مصطفى وشريفة فاضل عن أجرهم عن الأغنية، وكان 15 جنيه لكل واحد فيهم إكراما لشهر رمضان. ومن يوم إذاعتها في الستينيات أصبحت أغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام أغنية الأيام الأخيرة من رمضان.